السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة يومك مع مروة احلى. هنعمل مع بعض النهاردة اجمل واحلى كبدة فراخ، عملناها زي البانيه بالظبط ما شاء الله، طرية من جوه ومقرمشة من بره ما شاء الله، الطعم حكاية. إيه ان شاء الله هتجربي الطريقة ديت وهتعجبك جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي ونشوف هنعمل مع بعض احلى واجمل كبدة مع بعض ازاي. انا كده عندي زي نص كيلو كده من الكبدة الفراخ زي ما انتوا شايفينها بالطريقة دي، مغسولة كويس جدا ومنقوعة في طبعا في خل وليمون ما شاء الله، يعني ما فيهاش اي ريحة زفارة خالص. بعد كده بقى جبت عندي بصلاية صغيرة مبشورة، وهنزل بالبصلاية كده على الكبدة بالطريقة دي. بعد كده بقى هنزل عليهم بنص معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ونص معلقة صغيرة من الملح، اهو زي ما انتوا شايفينهم بالطريقة دي. دي التتبيلة اللي انا عايزاها، ودي التتبيلة المطلوبة للكبدة الفراخ، اهو ما شاء الله. بعد كده هنقلبهم مع بعض كويس جدا، وبعد كده بقى هسيبهم واحطهم عندي في التلاجة لمدة ساعتين. بعد كده بقى ما شاء الله خرجت الكبدة من التلاجة بعد ساعتين زي ما انتوا شايفينها كده. القطع بتاعتها حلوة جدا، يعني مش قطع صغيرة ولا حاجة. بعد كده بقى جبت عندي 2 بيضة حطيتهم في طبق، ونزلت عليهم برشة من الفلفل الاسود زي ما انتوا شايفينهم بالطريقة دي، وهضربهم مع بعض كويس جدا. وبكده خلاص ضربت البيض كويس جدا زي ما انتوا شايفينه كده. بعد كده بقى جبت عندي طبق، وهنزل فيه بكيسين من الفيجيتار، كيس حار وكيس بارد زي ما انتوا شايفينهم كده، وهقلبهم مع بعض كويس جدا. ما شاء الله الفيجيتار الحار دايما بيخلي الحاجة حلوة كده وسبايسي ما شاء الله، بتبقى جميلة جدا. اهو كده ما شاء الله زي ما انتوا شايفينهم كده، هقلبهم مع بعض كويس جدا. وبكده بقى البيض جاهز معايا، والكبدة جاهزة معايا، والفيجيتار جاهز معايا ما شاء الله. يعني لما بغلف الكبدة بالفيجيتار ما شاء الله، ما يعني مش بتتهري ولا حاجة، بتبقى جميلة جدا وبتبقى ماسكة بعضيها كده. طبعا وبتدي طبقة كده مقرمشة من بره، والكبدة طرية من جوه ما شاء الله، بتبقى طعمها تحفة وبتبقى جميلة جدا. اهو زي ما انتوا شايفينها كده. بشيل الكبدة بالشوكة كده واحطها في البيض، وبقلبها تقليبة واحدة كده في البيض، وبعد كده بشيلها احطها في الفيجيتار وبديها تقلبتين 2 في الفيجيتار. اهو زي ما انتوا شايفينها بعملها بالطريقة دي. اهو ما شاء الله عملناها، يعني سهلة جدا وما خدتش مننا وقت خالص. وبكده ما شاء الله خلصت كمية الكبدة معايا زي ما انتوا شايفينها كده، ما شاء الله متغلفة تغليف حلو خالص بالفيجيتار. طبعا الطريقة سهلة جدا. بعد كده بقى حطيت طاسة على البوتاجاز وحطيت فيها زيت، وسبت الزيت لما سخن معايا، وبعد كده نزلت بالكبدة بقى. لازم احطها والزيت سخن معايا بالطريقة دي. اهو ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها كده. بصي بقى مش قادرة اقولك كانت ريحتها عاملة ازاي، ريحتها جميلة جدا اكنك بتعملي بانيه بالظبط. اهو ما شاء الله. طبعا الكبدة طرية خالص من جوه، وطالعة مقرمشة كده من بره ما شاء الله. تقدري تعمليها بقى سندوتشات يعني. بصي بتتاكل بأي حاجة ما شاء الله، مش قادرة اقولك طعمها كان جميل جدا. وطبعا مستوية ما في، يعني مش ما تخافيش مش هتطلع معاكي نية ولا حاجة، الكبدة مستوية جدا ومتحمرة يعني متحمرة كويس جدا زي ما انتوا شايفينها كده، وما خدتش مننا وقت خالص ما شاء الله. عملناها بكل سهولة وكل بساطة، وهوريكي الوقت الكبدة عاملة ازاي من جوه ما شاء الله، مستوية جدا اهي زي ما انتوا شايفينها بالطريقة دي. ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها كده، حلوة وسهلة وبسيطة جدا. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.